أهلا وسهلا بيكم في المحاضرة الثالثة من كورس البارشال فاينانت إيلمنت. ملحوظة بس كده، نحب نأكد الكورس ده لمين؟ الكورس ده فري للناس اللي هي بتشتغل على الأنسز أو حابة تخش موضوع الفاينانت إيلمنت، معرفش أي حاجة عن الموضوع وعايز أكاديميك باك جراوند، أو يعني إيه زي ما بتقول كده إيه الفيزيكس والبرسبشنز والاساسيات بتاعه الموضوع، بحيث انها ما تخشش السوفت وير عامه، يعني ما سوري في اللفظ، او يخش يخبط ما يبقاش عارف ده ايه وايه ده ايه وده ايه وده ايه، وكل قصته في الاخر ان هو ايه عايز يدخل السوفت وير يبقى عارف الايقونات بس، لكن تيجي تديله مساله مش عارف الماتريكس بيتكون ازاي، مش عارف اساسيات الفاينانس بيتكون ازاي، الثيري التطور عبر الزمن بتاع الموضوع مش ازاي. الكلام ده مهم. والماثيماتيكال باك جراوند، انا بقول الماثيماتيكال باك جراوند بتاعه الفوناتيك مهمه جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل، لان الموضوع دوت هو اللي بيخليك تعرف الايرورز جايه منين، وازاي تفهم المساله بتاعتك وتفهم الفاندامنتالز، وازاي اصلا البرنامج بيحل. طب لما انا بحل بقى وبخلص البري بروسيسنج والبوست بروسيسنج، طبعا اعرف الكلام ده كله، يعني ايه معنى الكلام ده كله عشان ايه البرنامج بياخد المعادله يحلها ازاي، وايه القصه يعني. تمام. فالكورس دوت للناس اللي مهتميه بالموضوع دوت اكاديميكلي. طبعا احنا عاملين كورسات عن انسيس، اللي عايز طبعا ياخد اشراف هي موجوده على يوديمي، ولكن الموضوع دوت ايه للطلبه، للناس اللي هي في السوق وعايزه تبدا تدخل الموضوع، يعني ما ساعدهاش الحظ في الكليه انها تبدا وتدخل الموضوع، فده تاني كورس فري نعمله على القناه في الموضوع دوت. المهم عايزين نتكلم بقى في الموضوع، هندي باك جراوند ماثيماتيكالي كده في الاول، بعد كده ان شاء الله ايه هنخش نعرف الفاينانت ايلمنت، ويعني ايه الثري ستيج اللي بيعدي عليهم الموضوع الفاينانت ايلمنت، اللي هو البري بروسيسنج والبوست بروسيسنج وايه والسولفنج. ان شاء الله هنكمل في المحاضره الثانيه. قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا في تعريف الفاينانت ايلمنت وادينا شويه اسئله. قلنا في الاول وفي الاخر الفاينانت ايلمنت ما هو الا يعني موضوع الفاينانت ايلمنت تعريفه ان هو بيعتمد على نظريه الديسكريتيزيشنز، او بما يسمى الماشين، انه بيبقى عندي مساله ويبدا ان هو يقسمها لمجموعه من الاليمنت والنود، ويبدا يحل المعادلات يحل ايه المعادلات البارشال ديفرنشال ايكويشنز على النودز ديت، ويبقى في الاخر الموضوع يتكون في الاخر لماتريكس، فيبقى عندي لوكال ماتريكس وجلوبال ماتريكس، والموضوع ايه في الاخر هو في الغالب ايه بيقلب الماتريكس، ووظيفه الكمبيوتر انه يحل الماتريكس. لو ما فهمتش حاجه احنا هنفسر، يعني احنا لو ما فهمتش حاجه احنا هنفسر كل الكلام ده نقطه نقطه وحته حته، بس امشي معايا. فاحنا في الاول كده احنا محتاجين نعرف ايه هو البارشال ديفرنشال ايكويشن، وليه وصل يعني معظم في البارشال ديفرنشال ايكويشن دخل في حاجات كتير قوي في الحياه عموما في اللايف. فالموضوع ده مهم، وايه الماتريكس وازاي بتتكون وكل الكلام دوت. فايه واحده واحده معانا كده ان شاء الله، بعد محاضرتين ثلاثه تكون كونت مفهوم صح عن الفاينانت ايلمنت. يعني اي ثينك ان مفيش حد عمل الموضوع دوت على على اليوتيوب بالطريقه اللي احنا بنعملها دي. واحد عربي. المهم هنتكلم في ايه قصه البارشال ديفرنشال ايكويشن. قصه البارشال ديفرنشال ايكويشنز هي ماثيماتيكال ايكويشن بتريليت الفانكشن للديريفيتيف بتاعتها. تمام. يعني ايه الكلام دوت؟ احنا زمان كنا بناخد حاجه اسمها الاوردينري ايكويشن. الاوردينري ايكويشن ديت او الاوردينري ديفرنشال ايكويشن اللي هي العاديه، كنا بنفاضل، كان بيبقى عندي المعادله بتبقى اكس وواي، متغير تابع ومتغير مستقل، اللي هو الديبندنت فاريبل والاندبندنت فاريبل والاندبندنت فاريبل. في الحقيقه الكلام ده مش بنلاقيه في الحياه. يعني ايه؟ يعني في الحياه في الريل لايف بقى مش بنلاقيه واضح قوي، او مش بنلاقي تطبيق علمي. بمعنى ان انت راح تشتري بيت، فالبيت دوت سعره هيقف على كذا حاجه: المكان اللي هو فيه، طب سعر المتر بكام في المكان دوت، طب هل هو متشطب ولا لا ولا نص تشطيب، والماتيريال اللي معموله منها البيت ايه، وكل الكلام دوت. فانت هتلاقي مثلا ان سعر البيت، لو سعر البيت اكس، هتلاقي داخل عشان تحدد الاكس ده داخل فيه واي وزي ودبليو. فهنا كده مش هعرف احدد سعر البيت غير لما اعرف كل هذه العناصر. فعشان كده في الريل لايف بقى، في المالتي فيزيكس بقى، اضطرينا ان احنا نرجع لحاجه للبارشال ديفرنشال ايكويشن، هي اللي بيبقى فيها متغيرات كتير. فانا ابتديت ان كل عنصر من العناصر ديت في الاكس معتمد ايه، كل عنصر من عناصر الواي والزي والكلام ده معتمد عليه قيمه الاكس. فانا بدات افاضل بارشالي، مش زي هنا كده ايه، مش زي الاوردينري ايكويشن. فالاوردينري ايكويشن هنا بقت قصيره، ما بقتش نافعه معايا. دي كل فكره البارشال ديفرنشال ايكويشن. عندك التعريف، وقدمنا احنا خدنا الموضوع دوت بينا بالتفصيل. هو ان شاء الله ارفع لكم السلايد بتاع الكورس كلها على القناه على درايف وان، هو اسيب لكم اللينك في الديسكربشن ان شاء الله ده. بس مهم قوي تعرف الفرق ليه ايه البارشال ديفرنشال ايكويشن. مش هبقى اخش في السكند اوردر وطريقه الحل، مش هنقلب الموضوع رياضه. احنا يعني دايما المهندسين لما تقابلهم اي حاجه بتوع رياضه احنا بنرمي على بتوع رياضه، يعني بصراحه يعني المهندس مش على رياضه،
دايما بقول الكلمه دي وانا مقتنع بيها يعني. انت بتبقى عندك تطبيق تطبيق داخل فيه ايكويشن تفهم المعادله وخلصنا. تمام. تمام. عندنا بعد كده تعريف بقى الفاينايت element. هو الفاينايت element الكونسبتس زي ما قلنا، المين كونسبتس بتاعت الفاينايت element يا اخوانا اللي هو بيعتمد على عمليه الديسكريتيزيشنز او تقسيم فيما يسمى بعد كده ايه الميشنج. هنستخدم بقى ايه يعني ايه مصطلحات بقى مهم من هنا ورايح، لان بعد كده اقول ميشنج فانت تبقى ايه فاهم يعني ايه ميشنج. يبقى الديسكريتيزيشن اللي هو الميشنج. القصه في ايه؟ ان احنا كان عندنا ثلاث طرق. ارجعوا بقى للمحاضرات اللي فاتت يا اخوانا يعني. كنا عندنا ثلاث طرق لايه؟ للانجينيرنج للاختبار اي منتج هندسي. قلنا اول حاجه اللي هي الطريقه ايه؟ اللي هي الطريقه الكلاسيكال اللي خدناها في الكليه، وقلنا ان هي بتديني اكزاكت سوليوشن، بس مشكلتها انها ما بتعرفش تتعامل مع الكومبلكس شيب. ما اقدرش اتعامل فيها مع الكومبلكس شيب. ما اقدرش لاني خلاص المعادلات بتبقى قصيره في النوع المعادلات دوت. وقلنا عندي طريقه اللي هي طريقه الاكسبيرمنتال، بس الاكسبيرمنتال بتبقى غاليه ومكلفه جدا جدا، وكل اكسبيرمنتال اصلا بيقيس ديزاين بارامتر واحد، فانا بيبقى عندي كذا ديزاين بارامتر. طب انا عايز اقيسهم، فالموضوع بيبقى مكلف وده يدخل فيه عنصر وقت. وقلنا موضوع ان قلنا حتى ان موضوع الاكسبيرمنتال دوت هو كويس جدا بنفاليديت بيه الفنايدل. وانا بعد كده الفنايدل بقى ميزته فيها المين، يعني المين جول بتاعته او قوه الباور بتاعته في حاجه واحده بس، الديسكريتيزيشن او المشين. معنى ايه؟ ان انت لو عندنا دايما يعني خدنا مبدا التقسيم ده من زمان في اي حاجه في حياتنا، يقول لك الحاجه الصعبه او الكبيره قسمها. هو عمل نفس الفكره بالظبط. لو عندك كومبلكس جيومتري بالمنظر ده فبدا يبدا يقسمه لمجموعه من الاليمنت والنود. طيب لما قسموا المجموعه من الاليمنت والنود بقى عنده ايه؟ بقى هو عشان يحل الاليمنت، عشان يحل السيستم دوت بقى هيحل كل المعادله بتاعت السيستم بتاعت الاناليسيس دي، يعني بنسميها احنا الجفرنج ايكويشن. طبعا الجفرنج ايكويشن هنعرف يعني ايه قدام، بس ايه خلينا ان هو هيحل المعادله على كل اليمنت وهيطبقها على النودز بتاعت الاليمنت دي. فبقى عندي هنا ايه؟ بدل ما يحل الكومبلكس شيب دوت هيحل المعادله على كل اليمنت. طب الاليمنت ده سهل جدا لانه بقى خلاص فيري سمبل كات جيومتري. خلاص كده هو الباور بقى بتاع الموضوع. طب انا عايز احل بقى الشكل، خلاص جمع. اقول لك جمع النودز اللي انت قسمتها ديت. فهيبقى عندي حاجتين، لوكال سيستم وجلوبال سيستم. اللوكال سيستم اللي هو كل اليمنت من دول، كل اليمنت دول هيبدا يطبق عليه المعادله وخلاص بقى عنده حل على المعادله الاليمنت ده. طب الاليمنت ده عليه الاسترس عليه عالي، فهيبدا يفانكشن او يبدا ان هو ايه ياثر على اللي جنبه. بنسميه احنا الفلو بتاع اللود. فهو ايه؟ لان كل اليمنت متصل بنود. يعني الموضوع عامل زي كده يا اخوانا عشان الناس ايه اللي اول مره تسمع عن الموضوع عامل كده. يعني دي بلوك هنا لو افترضنا ان انا ايه هطبق عليها الماثيماتيكال ايكويشن اللي عليه اللي احنا كنا خدناها في الكليه، هو بيتعامل مع الماتيريال دي از بلوك. قلت لك لا ما تعملش على بلوك، الماتيريال دي معقده، او خلينا نقسمها. فانت هتقول لي طب والله احنا ممكن نقسمها كده بالمنظر دوت، وطبق لي بقى كل المعادله بتاعتك على كل اليمنت على حده. فلما جيت طبقت كل المعادله وكل اليمنت على حده بقت سهله بسيطه جدا. فانا الاليمنت ده بقى فيه نود اهو. النود بقى هطبق المعادله على النودز بتاعت الاليمنت ديت. بقى اليمنت عندي اليمنت ونود اهو. بقى خلاص يعني طبقت المعادله على الاليمنت دوت والاليمنت ده والاليمنت ده. طب انا عايز بقى اجمع السيستم دوت، ما انا اقول لك الاليمنت ده مرتبط مع الاليمنت ده في النود دي. هنا بقى هيربط بقى هيربط بقى كله ببعضه. الالم ده بنسميه لوكال سيستم. السيستم ده على بعضه بنسميه جلوبال. فهيتكون لي عندي تو ماتريكس في الاخر، اللي هو الماتريكس اللوكال والماتريكس الجلوبال. دي الفكره كلها بتاعه الفاينايت element، فكره الديسكريتايزيشنز. تمام. اللي هي بنسميها بقى الميشن. عندي بعد كده ده التعريف اهوت. ان عندي الفاينايت، عندي كلمه فاينايت بتشير الى عندي الكاونت او النمبر من element بايه؟ ان هي عندي بتبريزنت الاستراكشر بتاعي. انا اقدر اعبر عن الاستراكشر بتاعي بعدد من الاليمنت. طب يعني ايه element؟ كلمه element سمول سيكشن في الاستراكشر دوت. طيب هنا بقى ايه القصه بقى بتاعتي؟ طب هقسم ازاي؟ يعني زي ما قلنا المره اللي فاتت الموضوع ده احنا هنجاوب على سؤال. انا هقسم كبير ولا صغير؟ يعني عشان لو رجعنا بقى هنا، لو قسمت انا هنا صغير فعدد الاليمنت هيبقى كبير. طب هقسم الطعم ازاي؟ وشكل الاليمنت نفسه. يعني انا هنا ليه استخدمت مربعات؟ ليه مش دواير؟ ليه مش مثلثات؟ فالنوع الاليمنت اللي هو بيسميها نوع الاليمنت بقى ايه نوع وشكل الاليمنت. وبعد كده ايه الاليمنت ده نفسه صغير ولا كبير. ليه بقى؟ لان موضوع الحل هيقعد بقى على الكواليتي بتاع الاليمنت دوت. لا انت في الاخر قسمت، بس قسمت بشكل عامل ازاي؟ لان انت في الاول وفي الاخر لو الكواليتي بقى بتاع الاليمنت ده مش كويس ده هيسمع في السيستم كله. لان اصبح ان الكواليتي بتاعت الاليمنت في السيستم كله مسمعه. ليه؟ لان انت عايزك وانت بتقسم قسمها زي لعبه الليجو. يعني ان انت دلوقتي اللي انت قسمته
هتقطع تجمعهم، فلما تجمعوا مع بعض الاشكال لما تبقى structured يعني اشكال معروفه هيبقى سهل تجميعها، زي لعبه الليجو بالظبط. فانت ايه، كل بقى حاجه واقفه على الكواليتي بتاع الاليمنت اللي انت بتعمله ده، وكواليتي الحل واقفه على كواليتي الاليمنت. تمام. فالموضوع اصبح ايه، ان انت بنبدا نصغر السكيل على اليمنت واحد، فالاليمنت الواحد ده اللي انت قسمته وخدته من الاستراكشر ده وهتحل عليه اهو جنبيه اليمنت اخوه، فالاليمنت بقى الاخوه ده لازم يبقى الكواليتي بتاعت الاليمنتس دي كلها كويسه. يعني ايه كويسه؟ هنفهم قدام. تمام، بس احنا بنبني كونسبت. فايه دول سؤالين مهمين النهارده، ايه هنجاوب ايه على سؤال على سؤال من السؤالين دول. طيب احنا قلنا يبقى عندي الفانايت هي كاونتبل نمبر، وعندي الفانايت اللي هو السمول سيكشن دوت. وقلنا السمول سيكشن دوت هيطرح عليك سؤالين. السؤال الاول هقسم بشكل عامل ازاي واحجام عامله ازاي. تمام. وقلنا هنجاوب على سؤال النهارده، والسؤال ان شاء الله المره الجايه ايه هنجاوب عليه. عندي ثاني بعد كده الاناليسيز، ان انا عندي اناليسيز كتير جدا، والفانايت اللي بيحل جميع انواع الاناليسيز. يعني عندك سواء دايناميك ستاتيك يعني فلوينت اكسبلسيت اوبتمايزيشن، خلاص بقى كل القصه ديت ايه بتحكمها في الاول وفي الاخر معادله، على حسب بقى المعادله ديت نوع الاناليس ايه، نوع الاناليس ايه، نوع الاناليس ايه. خلاص عندك باكلينج دايناميك، اي حاجه في نوع الاناليس واحد، ده التعريف باختصار. تمام. طيب ايه بقى القصه اللي احنا البيز ايديا بتاعت الديفايد انستراكشر، زي ما قلنا ان احنا ايه، انا خدت ايه بقى، استفدت ايه لما انا قسمت، استفدت ايه لما انا قسمت. قال لك ان انا لما قسمت الاستراكشر بتاع المالتيبل اليمنتس لشويه اليمنت، البيهيفير البيهيفير بتاع السيستم ده بيعتمد انديفيدوالي على حجم الاليمنت، على الاليمنت نفسه. فخلاص بقى زي ما قلت لك، بدل ما بحل معادله على السيستم بقى انا بحل معادله على الاليمنت دي. يعني الموضوع ده لو عقلته فعلا هتجد ان هو امبرسيف، ان انا عندي سيستم معقد بحل عليه معادله واحده، لا ده انا اقسمه واحل على كل اليمنت على حده. طبعا الموضوع مرهق، عشان كده استخدمنا الكمبيوتر. انت بقى لو عندك بقى ده 1000 اليمنت فتحل 1000 معادله لوكالي، وال1000 المعادله لوكالي على 1000 اليمنت محتاج بقى ان انت تجمعهم جلوبالي عشان يدوك الانديكيشن على السيستم كله. فانت خلاص الموضوع بقى معقد. طالما الموضوع معقد فلازم نستخدم الكمبيوتر. وهنا تقدر بقى يعني ايه، تبدا بقى تخش قصه الكمبيوتيشنال كاباسيتي بتاعتي. الكمبيوتيشنال كاباسيتي بتاعت الكمبيوتر تبدا تدخل معايا وتساعدني في الموضوع دوت. بس يعني ايه ده البيز ايديا. تمام. بيقول لك هنا ان البيهيفير بتاع الانديفيدوال اليمنت والبروف ده جود ايه ابروكسيميت لللوكال بيهيفير. فانا عندي لوكال وعندي جلوبال، فلما اعرف ان اليمنت مثلا عليه ستريس عالي او كذا، فده هيدي انديكيشن على الجلوبال ايه، على الجلوبال ايه اسمبلي اللي هو بيقول لك ان اللوكال اسمبلي، اللوكال اليمنت هيدي بيهيفير عن الجلوبال. ليه؟ لان كل اليمنت بيفلو مع اللي جنبه على حسب اتجاه الفلو بتاع ايه، بتاع اللوكال. تمام. ايا كان الشكل معقد فانا هقدر اوصل، لان انا بقسم يعني زي ما قلت لك ايه، لو حطيت دماغك في الموضوع دوت الكونسيبت ده، لا ده امبرسيف فعلا امبرسيف. انت لو مهما كان الشكل معقد عندك اقدر اقسمه مجموعه اليمنت، واتحكم بقى الكنترولز بتاعت البرنامج تظهر بقى بتاعت الكمبيوتر، اقدر اتحكم في الاليمنت ده ان هو يديني كواليتي كويس واحل المعادله عليه صح. خلاص انا خلصت. خلاص. بس زي ما قلنا ايه ان هو ايه في الاول وفي الاخر، هو مش هيديني اكزاكت سوليوشن زي ما عملنا مقارنات في المحاضره. يعني الكورس معتمد على بعض يا اخوانا، فايه نجيبه واحده واحده. اللي هيسقط محاضرة ففي كونسبت هيسقط منه. تمام. بس فايه قلنا ان هو مش هيديك اكزاكت سوليوشن، بس هيديك يعني ايه، هيبقى فيه نسبه ايرور. نسبه الايرور ده هتبقى انت قادر تقيسها لو انت بتعمل فاليديشن بايه، بتجربه ايه عمليه، بتجربه عمليه. تمام. ده الباور بتاع الموضوع. بعد كده هناخد ايه القصه بقى ان احنا عندنا، طيب عندنا حاجه مهمه قوي بقى. الحاجه المهمه هنا عندنا ايه بقى اللي بيحصل عشان اقدر احل مثلا مساله معقده. الموضوع بيمر بثلاث مراحل: البري بروسيسنج والسولفنج والبوست بروسيسنج. انا دلوقتي لو معايا برنامج مساله بقى فاينانت اليمنت، ايه الخطوات اللي بنمشي عليها؟ اول حاجه بنسميها عمليه البري بروسيسنج. عشان تبقى فاهم موضوع الفاينانت اليمنت ده هو كومباينيشن في الاول والاخر ما بين الفيزيكس والانجينيرنج والكمبيوتر ساينس. يعني الثلاثه دول بيتقابلوا في نقطه مع بعض كده، هو ده الفاينانت. وهنعرف هنعرف الكلام ده واحنا شغالين. اول حاجه مرحله البري بروسيسنج. مرحله البري بروسيسنج تشمل اعداد الكاد اللي هو الرسم بتاعتك على الكاد سوليد وركس انفنتور، وان انت بتعرف الماتيريال، وان انت بتعرف الباوندري كونديشن، وبتعرف اللودنج سيستم بتاعتك سواء بريشر او فورس او ايا يكن. يبقى دي مرحله البري بروسيسنج. تبني البري بروسيسنج ايه بتاعتك. انا كنت هقول معلومه بس نسيتها. بسم الله اللهم ذكرني. اه
احنا دايما خدنا في موضوع البارشال ديفرنشال ايكويشن عشان نحلها لازم يكون في باوندري كونديشن. فاحنا قلنا الموضوع هيتحل ايه؟ هيتكون ماتريكس، فالماتريكس بالذات لازم يبقى فيها نون وانون. شفت بقى لما تفهم بقى اصل الموضوع هتعرف ليه انا بحط باوندري كونديشن. لان في المصفوفه لازم في المصفوفه يبقى فيها اصفار. انا لما اقول له هنا فيكس سبورت فهو هيمسك النود والاليمنت دولت. لو قلت له مثلا على الوش ده كده بتاع الاليمنت ده، على الوش بتاع الكان ده فيكس سبورت، فهو هيمسك كل النود اللي هنا وهيديها 0 ديجري فريدم. 0 ديجري فريدم ان انت عارف ان انا الموضوع خلاص بقى ديجري فريدم، ان انا قسمت الاليمنت ده ليه 6 ديجري فريدم. فانا لما اقول له هنا فيكس سبورت فهو يبدا يحط هنا في المصفوفه بقى، هنعرف المصفوفه كون ازاي طبعا، بس هيبدا يحط هنا في المصفوفه صفر. فعشان كده زي ما قلت لك المعادله ايه؟ المعادله بتقول ايه؟ المعادله بتقول ان انت عشان تحل بارشل ديفرنشال ايكويشن لازم يكون عندك باوندري كونديشن وانيشال كونديشن. هو ده اللي احنا بنقوله في المساله في التعريف في اول حاجه اللي هي البري بروسيسنج. فالبري بروسيسنج ان انت لازم يكون عندك كاد فايل، لازم يكون عندك الميشن، لازم يكون في ميشن اللي هو قلنا الديسكريتيزيشن لان هو هيحل المعادله على كل اليمنت على هنا. بعد كده يبقى في لوكال وفي جلوبال. وبعد كده الماتيريال بروبرتيز، الماتيريال دي بتبيهيف ازاي في ارض الواقع. وبعد كده عندك الباوندري كونديشن او الانيشال كونديشن، وعندك اللودنج سيستم بتاعتك. اللودنج سيستم ده برضه هيخش في المعادله، هيبدا يتكون في المعادله في المصفوفه بتاعتك، هيتحط برقم. يعني في الاخر الموضوع هيتحول. انا عايز اوصلك في الاول وفي الاخر ان هو الموضوع مصفوفه، او ما تتخضش في نايت اليمنت وتتخض في لا هو الموضوع مصفوفه. بس المصفوفه ديت تتكون ازاي صح؟ تتكون ازاي صح؟ يبقى فيها نون وانون، الانون دي جايه منين والنون دي جايه منين وانا عايز ايه؟ يعني لو دخلت بقى في الحته دي هتبقى سهله عليك. انا كونت المصفوفه صح، حطيت الباوندري كونديشن بشكل صحيح، فخلاص المعادله مصفوفه، البرنامج هيحل المصفوفه ومن يعني. طب انت ما بتحلهاش انت ليه؟ لان خلاص انا بقى عندي فنايت اليمنت، انا عندي بقى 1000 شكل، بقى عندي 1000 مصفوفه، هحل انا 1000 مصفوفه؟ ده لوكال بس، ده لسه ال 1000 دول هتجمع جلوبال عشان يديك انديكيشن للسيستم كامل. فدي بقى ايه المشكله. المهم بعد ما عمليه البري بروسيسنج دخلت معانا، هتبدا بقى تخش عمليه السولفنج ده بقى ان هو خلاص البرنامج هياخد منك المعطيات دي ويبدا يحل ويديك نتيجه. النتيجه دي احنا بنسميها البوست بروسيسنج. البوست بروسيسنج بقى انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ البرنامج بيديك الفاينل سولفر بيديك تولز كتيره ان انت تطلع بيها نتائج كتيره جدا. بس انت عايز ايه بقى؟ يهمك ايه بقى في الابلكيشن بتاعتك وانت فاهم ايه وانت عايز ايه وانت بتعمل ده ليه اصلا؟ هي بقى قصه تفهم ان انت ايه، انت عايز ايه. انت عايز مثلا الابلكيشن بتاعك الستريس فيه مثلا الستريس نقطه كريتيكال، تبدا تقيس الستريس، عايز تطلع ستريس سترين كيرف، فانت هتجيب الستريس على السترين وتطلع الكيرف بتاعك. انت عايز ايه؟ دي قصتك انت بقى. طيب عايز الديفليكشن عندك، هو الديفليكشن هو اللي عندك نقطه كريتيكال في التطبيق بتاعك، تبدا تشوف الديفليكشن وتقيس الديفليكشن. الستريس عندي مثلا مش مهم قوي، او ان انا عندي مثلا قيمه الديفليكشن لا تتعدى قيمه 1 مللي او 2 مللي، مش عايز الديفليكشن يحصل اكتر من كده. دي الحاجه التانيه ان انت برضه لازم تعمل سنه تشيك بالنتائج اللي احنا خدناها. يعني مثلا لو عندي اي بيم، او مثلا عندي كانتليفر، فانا معروف قوي ان انا كل ما ازود طرق كانتليفر الديفليكشن يزيد. انت وانت لو عملت كده على الفنانات اللي انتوا الديفليكشن ما زاد معاك ما زادش معاك حاجه، يبقى انت عامل حاجه غلط. ليه بقى؟ لان الرياليتي ما بيكذبش. الرياليتي ما بيكذبش، والمعادلات الاساسيه اللي احنا درسناها كلها ما بتكذبش. فلو انت الانديكيشن بتاعك اداك حاجه غير كده على الفنانات يبقى انت عامل حاجه غلط. مش البرنامج هو الغلطان، لا انت الغلطان. انت مش بتفاليديت البرنامج. البرنامج شغال والدنيا الناس شغاله بيه وعملوا بيه ابلكيشن، انت بتفاليديت ان ازاي ان انت تعمل محاكاه بشكل صحيح. لان احنا بقى دخلنا في قصه سيميليشن، فانت لازم تختبر نفسك ان انت تعمل محاكاه بشكل صحيح. عشان كده انا بقول ان عمليه الفاينل بروسيسور بتبدا من البوست بروسيسنج. هي بتبدا من هنا يا اخوانا. طب ايه كل اللي انا عملته ده؟ ان انت البوست بروسيسنج بتاعتك لو ما طلعتش جود انديكيشن وحاجات فعلا بتحصل في ارض الواقع او رياليتي بيحصل تقيس بيها، فانت عامل حاجه غلط، فلازم ترجع تاني. دي حاجه. النقطه الثانيه في البروسيس في عمليات الفاينل انت رايح جاي، يعني السايكل دي رايحه جايه لحد ما توصل لنتيجه ترضيك، او ايرور تقلل ايرور بطريقه معينه وانت بتعمل فاليديشن. فانت مش هتروح مش هتنزل ولا بس، لا ده انت الموضوع بيبدا من هنا، هتبدا رايح جاي رايح جاي. يبقى عندك مشكله في الميشنج، الكواليتي بتاعت الميشنج مش كويسه، فهتبدا ترجع تبدا ترجع الاليمنت، الكواليتي بتاع الاليمنت عايز احسنها شويه. عشان قلنا موضوع ان الحل واقف، جوده الحل واقفه على الكواليتي بتاع الاليمنت، فانت لازم الموضوع دوت تحطه في اعتبارك. فالسايكل دي يا اخوانا رايحه جايه، مش رايحه بس. دي النقطه الثانيه موضوع السولفنج بقى. انت مش عارف البرنامج ازاي مش عارف البرنامج ازاي بيأكت ازاي. انا عندي موضوع السولفنج ده، انا اديته لعمليه البريبسنت. طب هو عمل ايه؟ عمل ايه عشان يحل؟ هو عمل ايه بقى عشان يحل ويديك نتيجه؟ انت ما تعرفش دي مشكله. دي ما تعرفش عشان مشكله، عشان لما يديك ايرور مش عارف، انت مش عارف الايرور ده جاي منين. زي ما قلنا الموضوع ماتريكس وبتتكون، هو بيحل الماتريكس، فانت لازم تعرف ازاي اصلا البرنامج لما بتدي له المعلومات دي وتدوس على الايكونز ايه اللي بيتكون البرنامج، بيتكون الماتريكس ازاي وبيحلها ازاي، فعشان يديك النتائج بتاعتك دي. ده الكلام ده مهم جدا.
فعشان كده بنقول اللوب بتاع الموضوع هو اكاديميك. هيبقى ناقصك السوفت وير بعد كده تعرف الايقونات والموضوع هيبقى بسيط جدا ان شاء الله. تمام. نبدا بقى نجاوب على سؤال مهم قوي. السؤال هو ايه هو الاليمنت. قلنا الموضوع الايه الاليمنت، ان انا لو عندي شكل، الشكل اللي احنا خدناه في الاول ده اقسمه كبير ولا صغير؟ لان انا لو قسمت كبير عدد الاليمنت هيبقى صغير، ولو قسمته صغير عدد الاليمنت هيبقى كبير. يعني لو عندي دايره زي دي كده مسكتها قسمتها صغير قوي، في عدد الاليمنت هيبقى كبير، العدد نفسه هيبقى كبير. طب والاليمنت لو الاليمنت كبير هيبقى العدد صغير. طب في ايه الكونسبت؟ انا عايز عدد كبير ولا عايز عدد صغير؟ في الاول في الآخر المثال دوت هيوضح لنا بقى. يعني يقول لك لو عندك دايره، الدايره ديت طبعا مساحتها باي ار سكوير، ولو عندك الار ده بواحد فيونت، الار دي بواحد متر، واحد ملي، ايا يكن هي 1 يونت يعني. فالمساحه بتاعت الدايره هتبقى باي دي قلتها 14 من 100. فهنا هيبدا يقول لك ان انا عايز احسب مساحه الدايره ديت مره بمساحه مثلث اللي هو 3 اليمنت، ومره بمساحه مربع 4 اليمنت، ومره 6 اليمنت، ومره بدل السته دي بقت 12 او لا 8، وال8 بقى 16، و16 دي بقت 32. فكل مره بيحسب 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 المساحه والمساحه بتاعت الدايره بالاليمنتس ديت، لان هو في كل مره الايرور بيقل لما بيزود عدد الاليمنت اللي بيحسب من خلالها مساحه الدايره. معنى هنا كده ايه؟ ان انا كل ما ازود عدد الاليمنت، الايرور بيقل، وده حاجه مهمه جدا. فانت دلوقتي تطلع من هنا باجابه سؤال مهم قوي. يبقى انت كل ما تزود عدد الاليمنت حاجه مهمه جدا، هتوصل ان انت ايرور اقل. بس في بقى مشكله الوقت بتاع الحل. ليه الوقت في الحل بتاع يزيد؟ لان هنا الموضوع ماتريكس، فانت كل ما بتزود الاليمنت، كل ما بتزود اليمنت هنا ماتريكس بتتضاف، وماتريكس بتضاف يعني وقت حل بيتضاف. هنا بقى ان انت تعمل بالانس، ان انت تحصل على ايرور، تبقى عارف ان انت المساله بتاعتك الاكسبتد ايرور ده مقبول جدا بالنسبه لك في ارض الواقع في اللايف، وفي نفس الوقت انا ما رحتش بعيد. ليه؟ لان انا خلاص انا يعني في هتعمل لك مشكله. انت ممكن تبقى انك توصل لايرور 10% وتحل يوم اكتر ما تسيب البرنامج يحل شهر وتحصل على ايرور 1%. ده بالنسبه لنا عامل وقت مهم برضه، وبتدفع فيه في ثمن الكمبيوتر بتاعك، تمام. فاحنا كده جاوبنا على سؤال مهم قوي. طيب لو جينا هنا بقى بصينا النمبر اوف ايلمنت على الجراف ده مهم قوي برضه. الجراف ده مهم ان انت عندك نمبر اوف ايلمنت اهوت، وعندك الايرور. هتلاحظ ايه؟ ان هنا كل ما بقل عدد الاليمنت بحصل على ايرور اقل. كل ما عدد الاليمنت يزيد هتلاقي الايرور بيكبر. طب وعندك ايه عندك المنحنى الاخضر ده بيبين ايه؟ بيبين اللي هو الايرور بتاعت الاريا اللي هي السوداء دي، اللي هو قيمه الايرور. قيمه الايرور برضه هتلاقيها بتزيد ايه؟ هتلاقي عندك ان قيمه الايرور مع عدد الاليمنت. يعني انت مثلا لو خدت نقطه زي كده هتلاقي عندك عند الست اليمنت الايرور عالي جدا. طيب لما الايرور بقى بيقل، مع عدد الايرور امتى يقل؟ لما عدد الاليمنت ايه يزيد. طبيعي جدا الكلام ده. تمام. دي الفكره. هنا بقى بيقول لك يعني السلايدز ديت انا محططها وبكتر الكلام عشان الناس تقرا، فانا هسيبها لكم عشان انتوا تقروها وتستفادوا منها. فممكن ان نسقط معلومه او اتنين، بس انت ايه حاول تقرا ورايا. طيب هو اللي بيقول لك ايه؟ ان انا باي انكريزنج، لو حاولت ان انا ازود الستريت لاين الايرور هيقل. ده اللي احنا قلناه. تمام. بس هنا بقى بيقول لك ان انت achieving better accuracy by increasing the number of element. ده موضوع جدا. اند نود طبعا احنا قلنا element ونود، فكل ما زاد على element كل ما النود هيزيد. تمام. بس الفكره كلها في التايم، ان انت بتدفع تايم كتير. فالقصه كلها ان انت بتدفع بالانس، بتدفع تايم من جيبك، بتدفع وقت من جيبك، والوقت ده هيقعد عليك ان انت عايز جهاز امكانياته عاليه عشان يحل كل المواصفات ديت. تمام. بس الفكره في الاول ان انت في الاول والاخر انك تعمل بالانس، ان انت تحصل على 10% ايرور زي ما قلنا، والبرنامج يحل في يوم احسن بالنسبه لنا لما توصل على 1% ايرور وتقعد تحل في شهر، لان عامل الوقت مهم زي ما الكلام. طيب عندي بعد كده قلنا عمليه بقى البري بروسيسنج. عمليه ايه؟ قلنا زي ما قلنا عمليه البري بروسيسنج بتشمل اعداد الكاد فايل والماتيريال وتعريف الماتيريال والباوند كونديشن وكل الكلام ده طبعا فيه تفاصيل على البرنامج. فده بقى اللي احنا بنقوله، ان انت محتاج ان انت توازن الباك جراوند بالسوفت وير. ازاي تعمل كاد فايل صح للفانايت اليمنت، لان الفانايت اليمنت مش بياخد الكاد فايل اللي انت بتصنعه المانيفاكتشرنج، في حاجات محتاج ان انت تشيلها
مش بالنسبه لنا مش مهمه، زي لو انت عندك مسامير بتشيل الثريدنج، عندك شامفر مش مهم بتشيله، عندك الايدجز زياده بتشيلها، لو انت بتعمل امبورتنج من على اي كاد سوفت وير لسوفت وير تاني بتحصل مشاكل، ازاي تحل المشاكل ديت. كل ده بقى كلام ايه، خبره بقى، اكسبيرينس، وده اللي بنشرحه في الكورسات بتاعتنا. تاني حاجه بقى موضوع السولفنج. موضوع السولفنج البرنامج بيحل بطريقتين، حاجه اسمها الدايركت ميثود او الدايركت سولفر، وحاجه اسمها الالترناتيف سولفر. واحنا بنكون المصفوفه ممكن المحاضره الجايه او اللي بعدها نقول لك ازاي البرنامج بيأكت بيأكت في المرتين، او بيحل المصفوفتين ازاي بطريقتين، سواء البرامج الفنايت كلها بتتعامل بطريقتين، الدايركت سولفر يا اما الالترناتيف سولفر. عندنا عمليه البوست بروسيسنج زي ما قلنا، عمليه البوست بروسيسنج زي ما قلنا ان انت بتعمل فاليديشن بقى، وان انت بتعمل تعمل صحه اختبار لصحه النتائج. وزي ما قلنا السايكل رايحه جايه، السايكل رايحه جايه مش رايحه بس السايكل رايحه جايه يا اخوانا، وان انت بتعمل فاليديشن وتبدا ترجع تاني وتحل تاني. وموضوع الفنايتم ده كله بدالي، انا حكيت باوندري كونديشن بطريقه معينه، ممكن حد تاني حكاها بطريقه تاني. تمام، ممكن حد تاني يحكيها بطريقه تاني، ممكن حد تاني هنفهم بقى كل الكلام ده، لان انت عندك بورس، والبورس بيأكت مع بعضها ازاي، فيبدا يخش كوفيشن اوف فريكشن. طب يبدا يخش هي اللي هي ملحومه، هل هي سلايد، هل هي الكلام ده كله، تعريفات الماتيريال والجيومتري والجوينت بيفرق معانا جدا. تمام. فدي عمليه الايه البوست بروسيسنج، ان انت مثلا انت مثلا حطيت اكت بارت على بارت بيأكت مثلا از فريكشن، وحطيت الكوفيشن اوف فريكشن. لو قيمه الكوفيشن اوف فريكشن دي مش مظبوطه مش هتظبط الحل، حصلت على نتيجه، عملت ريكورد للنتيجه دي، سجلتها، وبعد كده جيت حليت تاني ان هو مثلا نو سيبريشن. هنعرف بقى الكلام ده الجوينتس دي بتتعامل مع بعضها ازاي. تمام. والنو سيبريشن هيديك حل، وان هو الاكتد بارتين دول مع بعض يبقى اكلوا از فريكشن او فريكشن لسه هيديك حل تاني. طب ايه اللي صح واللي صح بقى، ازاي الاكت بقى السيستم ده بيأكت اصلا ازاي في ارض الواقع، وازاي تفهم السيستم بتاعك بيأكت في ارض الواقع، وازاي تفهم ده البرنامج. ده كله ايه هنا، مش يعني البرنامج ما هو ايه الا ايه تول. احنا كده خلصنا، اشوفكم بقى المحاضرات الجايه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير عشان نكمل في السلسله دي، مهمه جدا 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 صدقوني. ونعمل كورسات، ولو نسيت بقى لو انت عايز تاخد الكورسات بتاعتنا على يوديمي فهسيب لك بقى اللينك تحت وفوق، حسب انت بتشوفنا فين. اشوفكم بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.